السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ ام مؤيد براء الدين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده، امين يا رب العالمين. اليوم جيتكم بوصفه البقلاوه الجزائريه التقليديه. يعني هذه الوصفه راهي حلوه تقليديه، من زمان نديروها، بصح بزاف من العباد اللي ما يشحوش فيها. اليوم جيت وجبتها لكم بكامل اسرار نجاحها. نتحدى اي وحده ديرها وما تنجحش فيها. شوفوا لي عطيت لكم كامل لي زاستيوس، المقادير، القياسات تاع البلات، باجيكم معسته للقلب كيما راكم تشوفوا، وتجيكم بنينه وتجيكم تحمروا بها وجوهكم. الله يبارك مع ضيافكم. وصفه تاع اليوم يعني الصور راهي تشرح نفسها. نروح مباشره للمقادير وطريقه التحضير. البلاطو اللي استعملته انا اليوم راهو 24 على 30 عفوا. خرج لي 24 حبه. فوالا هذه هي. اذا هنايا الكيل اللي استعملته هذاك الكاس اللي هديته لكم الاول. عندي السمن، عندي حبه بيض، عندي ليلى عفوا، عندي لافاني، وعندي المايزينا. انا هذه هي الوصفه تاعي، دوك تشوفوا معايا المقادير مضبوطه. بون نبداو بسم الله. نبداو بالفارينه. اول حاجه قلت لكم هذا الكيل، يعني الكيل هذا الكاس راهو يرفد لي 120 غرام. حندير منه 4 كيلات. فوالا الكيله الاولى. الكيله الثانيه، يعني كل شيء حياخذ لي حوالي 600 غرام، خليط بين الفارينه والمايزينا، لانه هذاك البلاطو يرفد لي 600 غرام، سواء محشو ولا فارينه. على حسن برك انا ديما نزيد عليه شويه. شوفوا هذايا الكاس الرابع. لازم تغربلوا الفارينه تاعكم ضروري يا البنات، باش كي تجيو تطرحوها ما تلقاوش فيها هذوك الحبيبات اللي ديرونجيوكم ويخليو لكم العجينه تاعكم تتقطع. نزيد نغربل ثاني نص كاس تاع المايزينا او النشا. عندي لافاني، لافاني حوالي 4 ملعقه كبيره او ملعقه صغيره باش تحيلي لي هذيك ريحه البيض. هذا ما كان. عندي الملح اكيد. الملح على كل وحده تحط على حساب الكميه تاعها. نخلطوا كل النواشف مع بعضهم. نزيد عليهم ملعقة صغيرة من حليب بودرة أو لحظة. حيعطيها واحد الهشاشة، ويعطيها وطيب لكم بواحد لاكولور اكو شفتوها زيما بيان دوغي، تعطيكم ديك التحميرة المليحة اللي نحوسوا عليها كامل. والطراوة والبنة ما نحكي لكمش. انا بالنسبة للبسوس عندي كيلة من السمن الدايب، ويكون بارد، يعني دافي قريب رايح البارد. فوالا انا استعملت السمن تاع الوليمه. هنايا نخبط نضرب حبه بيض ولا نخبطها ونفرخها مع السمن. ما نفرخهاش بحالها باش ما يديروليش هذوك الحبيبات في لاباط تاعي. فوالا شوفوا كيفاش ضربتها مليح. دخلت هذيك حبه البيض مليح في السمن، ودركا نبدا نبسس الفارينه تاعي. شوفوا كي تهزوا هذيك الكوريه وتعاودوا ترميوها وما تتكسرش، يعني ما تعاودش تفتح، معناتها راهي مبسه لاباط تاعكم. انا راني بس فيها مليح. هنا بعد ما بسستها جبت هنايا كيلة خليط بين ماء وماء الزهر، ونبدا نبل لاباط تاعي. لاباط ديروها نورمال كيما نديرو تاع الكريوش ولا تاع المقرقشات ولا تاع الخشخاش. كاين في بعض المناطق يقولوا الخشخاش. ما تكونش هذيك اللي طريه خلاص، تاع انكم بعد ما تقدروش تحكموا فيها، وما تكونش ثاني يابسه حتى تجيكم يعني البقلاوه تاعكم يابسه وما تقدروش تطرحوها. تكون نورمال كيما ما فين تبلوا لاباط، اي بات تاع هاد الحلويات يجيو مبسين.
دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاه. شوفوا ما تطريوهاش بزاف، باسكو على كي تدخلوها تروبوزي اي تزيد تطلق هذاك شغل البسوس تاعها وتزيد تطرى لكم. فهمتوني؟ ديروها في لي نور. شوفوا لي كيفاه. هنايا نحطها فوق بلون دو طرافاي تاعي. العجينه تاع البقلاوه تتعجن يا البنات، عجنوا وما تقطعوش، لازمكم تعجنوها حوالي 2 مينوت حتى 3 مينوت و سي بون. ديروها في بابي فيلم وحطوها اتروبوزي. الا عندكم كونتيتي كبيره باينه بلي تعجنوها اكثر، يعني الوقت يديلكم اكثر. شوفوا كي تولي الكمليس. هنايا نجيب العجينه تاعي حنقسمها يعني كوريات. كوريات يكون الحجم تاعها متساوي. انا هنايا في البقلاوه ندير 4 من تحت و4 من فوق. فوالا، يعني ما نحبش ندير كوريات كبار بزاف، نديرها نورمال ومن بعد نقص من شويه ومن شويه منه وندير الكوريات تاعي كي نعود نطرح. يعني ما درتش مباشره 4 باش كي نعود نطرح ما تبقاليش هذيك العجينه اللي هكا شفتو كيتسحل بالمايزينا، يعني تعود تنشف لكم. نديرها صغار ومن بعد عيني ميزاني نبدا كل وحده نقص منها شويه حتى يولي لي الكوريات كيما راني حبسهم انايا. دوكا بعدا تفهموني كي نعود نطرح تفهموني. فوالا نقرقبهم هكاك ونغطيهم بابي فيلم، نخليهم يربوزيو على الاقل ساعه او ساعه ونصف. تما الا عندكم الوقت ديروها الصباح ولا العشيه بداو يخدموا فيها، ولا ديروها العشيه والصباح بداو يخدموا فيها. هنا بالنسبه للحشو عندي هنايا جوز ولوز. شوفوا لي كيفاش رحيتهم، يعني رحيتهم يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش خشان تاني، يكونوا في الموايا. بالنسبه للحشو درت انايا 2 كيلات جوز، درت الحشو التقليدي 2 كيلات جوز مع كيلا لوز. اللوز خلطت خليط بين هذاك اللوز الاحمر اللي بلا قشور واللوز هذاك الابيض اللي يجي بلا قشور. حطيتهم سخنوا شويه برك في لاكويزينيير، ماشي يتحمصوا، يدفاو برك يسخنوا وتجبدوهم. تغربلوهم تنحيو لهم هذاك الغبره تاعهم وتجيو ترحيوهم نورمال. رحيو بشويه، ما ترحيوش بكونتيتي كبيره باش ما يطمن لكمش. هنايا الحشو عندي 3 كيلات، يعني 3 كيلات ممسوحين. انا الامانه تكملت هذاك، حبيتها تجيني عاليه، كملت هذاك اللي بقى عليه الحشو. وهنايا عندي سكر كريستاليزي، يعني السكر العادي اللي نشربوا به قهوه حليب. شوفوا هنايا درت كيله غربه ومن بعد جاني بلي بزاف نقصت 2 ملعق من السكر. يعني تقدروا ديروا درت نص كيله فوقها شويه، يعني فوق النص بشويه. شوفوا كيفاه. هنايا داك السكر باش ما يجينيش هذاك نحسو كي نعودو ناكلو في البقلاوه يغزغز ولا تيبس ثاني الحشو تاعنا يجيني طري، باسكو السكر هو اللي يبس الحشو. جبت فوتو شويه برك في هذه الرحيوه تاعي تاع القهوه ولا تاع لي زيبيس. وكملت حطيت نورمال، درت شويه تاع لافاني حوالي ملعقه صغيره. قلت لكم الحشو ما ديروش 3 كيلات بكيله. بزاف الناس يجوا يقولوا لي اما جاونا الحشو يابس علاه وكيفاه. الحشو يجي يابس، السكر هو اللي يبسو. هذه هي، ما كاش حاجه خلاف تيبسو. السكر نقصوا لو ماكسيموم تاعكم، ما ديروش 3 كيلات بكيله كما شفتوني انايا راني قريب 3 كيلات وربع، درتهم غير بنص كيله تاع سكر. انا شوفوا كيفاش ربوزات لي، شوفوا لي القوام قلت العجينه كيفاه. جبت المايزينا، نحطها شويه فوق بلون دو طرافاي، نزيد نرش فوقها ونبدا نحل فيها بالحلال عادي. نحاول نعطيها فقط شكل يعني تاع مستطيل، باش على يعني على حسب الشكل تاع البلاط تاعي. الا عاد البلاط تاعكم مدور ديروا الشكل مدور دائري. حلوها تكون رقيقه، عطوها الشكل يعني كنت مثل البلاط باش كي تهزوها ما يقعدولكمش الجوانب بزاف. شوفوا هنا ديروا هذه الحركه، تحطوا شويه عجينه يعني تهزوها معكم. شوفوا كيفاه فوق الحلال تاعكم ولا فوق القطنوط، وتعجنوا بها بعدا على النص باش يرقق لكم. شوفوا هنايا هي رققت لي، يعني راهي البلون دو طرافاي راه يبان لتحتها، مي انا نحبها تكون رقيقه باه تجيك مورقه.
هنايا جبت البلاطو تاعو، هذا هو اللي قلت لكم فيه 24 على 30. قصو ابي بري فوق العجينه باش بيسكحله. كما نعرفوا الطبقه الاولى لازم تكون زايده منه من خارجه، يعني على الجوانب تاع البلاطو باش الحواشي يجيو طالعين. هنايا جبت شويه سمن دايب، دهنت البلاطو تاعي بالبانسو، دهنته بالسمن، دهنو مام يعني الاحراف، ونهز العجينه تاعي نورمال بالحلال. ونحطها نمشيها فوق فوق البلاطو. شوفوا كيفاه العجينه، الله يبارك، جات واحد العجينه واش نقول لكم، الاستيك، ما تسقطع ما تروح ما تجي، جات تهبل ما شاء الله. شوفوا كيفاه. ما نوعية الفرينة، يعني انا هنايا ما نكذبش عليكم، هنايا هنا عندنا في المنطقة وين راني ساكنة، عندنا هادو الفرينة تاع 10 كيلو. شوفوا هايلة، ما درت لا بماما لا بسيم لا، ما درت حتى نوعية، يعني هذه تاع 10 كيلو، ندير بها المملحات والحلويات، تجي روعة روعة. نتوما الى ما عندكمش ديروا ماما ولا السيم، المهم تكون تي 45 خاصة بالحلويات. هنايا نزيد نطرح الطبقة الثانية، طرحتها يعني رقيقة هي تاني كيما شفتوا، نفس الطريقة تاع الطبقة الأولى. نزيد ندهن بين طبقة وطبقة، ندهن بالسمن، دهنت هذاك الورقة الأولى اللي حطيتها، ونزيد نحط فوقها الورقة الثانية. فوالا، هنا يعني ندير في هذوك كوش جاهم بيجيو شي مهزوزين، راني نحاول اني نهبط فيهم. نزيد الطبقة الثالثة، يعني قلت لكم نفس الطريقة، ندهنو بالسمن ونحطو الورقة تاعنا، ندهن اطرحها برك رقيقة، هذا ما كان. هاد البقلاوه تجي بزاف منينه، يعني طريقه تقليديه. زدنا فيها برك هذيك الحبه تاع البيض، من بكري ما دير الحبه تاع البيض فيها، انا الام تاعي من بكري ديرها، هذيك فقط الملعقه تاع اللحظه، ولكن حتعطيها بزاف هشاشه وطراوه، يعني حتعطيها قوام افضل من انكم لو كان ما ديروهاش. ديروها ومتاكده انها حتنال اعجابكم. هنايا درت 4 طبقات، شوفوا 4 طبقات، ندهن بالسمن، ندهنو مليح. نجيب هنايا الجوز واللوز تاعي، هذاك الحشو تاعي فيه غير السكر، هذا ما كان. دركا راح نكملو، ما تخدموهش من قبل، باسكو لو كان ديروه من قبل زعما ديروا له داك المزهر والسمن حيبسلكم، لازم تخدموه كي تروحوا تحطوه في البلاط. درت عليه 3 ملاعق كبيره من السمن او 4. سمن حيخليه يبقى طري طري وما يبسش معاكم، ويجي ويعطيله ثاني مذاق رائع. هنايا عندي ماء ورد مقطر، انايا البقلاوه نحب ندير خليط بين ماء الزهر وماء الورد، تعجبني، يعني هي نورمالمون تندار غير بالماء الورد، مي انايا لاباط نديرها بماء الزهر، والحشو نديرو بماء الورد، يعطيها نكهه وبنه روعه. ديروها كيما راني نقول لكم، تفهموا واش راني نقول لكم، ديروها برك يعني بهذه الطريقه. هنايا رشوا برك، رشوا برك الماء ورد، ماشي حتى يولي لكم جاري، ولا يولي لكم اون بات يجيكم كيما الطعام. شوفوا فاش يقعد مزربع.
باسكو كانت كتصروا له او يجري لكم وشغل يولي مطمن لكم هذاك الحشو ما يجيش مليح، لازم يقعد شويه مزربه. هنا كي تعودوا تبلوا فيه اكو تحسوا بلي راهو يبدا يتعسل في يديكم. شوفوا كيفاه سي بون. هنايا نحط الحشو تاعي. شوفوا كيف نحطوا. ديروا هكا علامه اكس هذه، وبداو مشي باش يجيو كل الجهات قد بعضها، ماشي تجي جهه طالعه وجهه هابطه. شوفوا يكذب عليك. ماشي زعما يقول لك ديروا صح على بالنا كاين هذوك لي غاتو تاع دركا يجيو ملاح موديرن، مي ندورو ونرجعوا للقديم. كما يقول لك جديد حبه والقديم لا تفرط فيه. بنة البقلاوه وبنة الصابلي وبنة المقروط وحدهم حاجه ما تعوضهم. شوفوا على قد ما نديرو زعما هادو لي بريستيج، مي ندورو ونرجعوا للتقليدي. هنايا حطيت فوقو شويه تاع السمن، ونكمل نحط الوريقات تاعي. هذه الورقه الاولى، ندهنو بالسمن الثاني، هنايا للامانه فقط درت السمن وزدت ذوبت شويه برك من زبده ستار، خلطته معاها في الاخر في الطبقه الفوقانيه، باش حطيت يعني قطعه من زبده ستار معاها. كما نعرفوا الزبده ستار راهو الجو تاعها قريب من هذيك الزبده البلديه، يعني على بها حبيت نستعملها يجي الطعم تاعها رائع. شوفوا العجينه الله يبارك القوام تاعها كيفاه. قلت لكم ديروا هذه الوصفه تاع العجينه، راح تنجحوا فيها البقلاوه. نتحدى اي وحده ما تنجحش في البقلاوه تجي تقول لي راني ما نجحتش فيها، الا ما تبعتيش الخطوات هذه محال 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 ما تنجحيش فيها. هنايا سي بون كملت الربع طبقات تاعي. نجيب الحلال تاعي ونبدا هكا نتك على الحواشي فقط باش نحي هذوك الزوائد. شوفوا كيف تكاو مليح باش نحيو هذوك الزوائد برك، يعني نحاونا فاسيلمون. فوالا هاو البلاطو تاعي. نزيد ندهنو فوقها الوجه تاعو بالسمن والزبده هذيك اللي ذوبتها تاني. قلت ذوبت الطبقات الاخيره هذه، درت فيهم خليط بين السمن والزبده ستار. ستار الا ما عندكمش ستار ديروا لابيل عادي، تحبوا تكملوها غير بالسمن. هذا يعني يرجع لكم هذا الاختيار. هنايا جيت للقصان. في الاول كنت حنديرها مقرودات نورمال، ومن بعد قلت لا ولا غير نديرها كاري. جبت الميطره وقعدت نقيس، ما تضحكوش عليا، لا غالب ما عنديش مسطره ولادي مازال ما يقراوش. سي بوغ سا جبت المهم سلكت راسي بالميطره وخلاص. قصها 24 على 30 وبديت ان نطراسي فيهم. درت له جي بونس نورمالمون 6 ها 6 على 6 نورمالمون. جات الحبه وافيه ومليحه الله يبارك، ما عنده ما خصها. نتوما ديروا لها كيما حبيتوا الحجم تاعها، تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا. هنايا حطوا السكين تاعكم في هذاك السمن ومشيو اعلاه باش ما كي تعودوا تقصوا يمشي لكم ليه وما يعذبكمش. شوفوا كيفاه. ثاني تقدروا اللي عندها طابع كاري ولا طابع مقرودات يدير نورمال تطبع بالطابع. انا هنايا حبيت نقصها معاكم. عفوا راني بلا غريب سمحوا لي. هنايا جبت حبيبه تاع اللوز تاعي،
بديت نرشق فيهم غير على الجوانب فقط، يعني رشقت غير الجوانب أعلاه، لأني في النص حندير ديكور خلاف، حندير مكسرات حتى لي طيب باش نحطوهم، بيسكو لو كان نحطوهم من دركا حيتحرقوا لي. نزيد ندهن مليح بالسمن. شوفوا نجيبو كوردون ونبداو نثقبوا في هذوك الحبيبات تاع البقلاوه فوق من الفوقه، علاه باش تقدر تلقى منين تتنفس وما ما يتهزوش هذوك الطبقات، بلا ما تحطوا كوردون ما والو، تثقبوا برك وخلاص. شوفوا انايا هاي بعد ما طابت لي، الفرن يكون مسخن من قبل على 180 درجه ولا 160، يعني حتى دلوا عليها خلاص. طيب لكم على الجوانب تشوفوا محماروا باش تشعلوا عليها من فوقها، هبطوها لتحت خلاص وشعلوا عليها من فوقها. هنا بالنسبه للعسل، عندي هذا العسل با تاع كيلو، درت فيه حوالي 800 غرام تاع العسل باه تجيكم معسله، ماشي زعما انايا فارينه درت 600 غرام والحشو درت 600 غرام. مي العسل ديما تزيدوا، باسكو الفارينه كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. فاصون الفارينه ديما تحب تشرب العسل تاعها هذاك، وباش تجيكم معسله وتجيكم كما شفتوها انا في لا فيديو. يعني على قد ما تقعد يعني على قد ما تطول تقعد معسله، ما تنشف لكم ما والو. البقلاوه تكون سخونه والعسل يكون بارد، يعني هكا في البواط نورمال درجه حراره الغرفه، ما تسخنوه ما والو. انا من الباط ديريكت درتو في البلاطو. نخليوها تشرب مليح، نحاول يعني نخليوها يومين ثلاثه باش تقصوها، اقل شيء تبات لكم ليله كومبلي هذه الا عدتم مزروبين فيها. خليوها باه تشرب هذاك العسل تاعها مليح، بيسكو كان تفوتوا تنحيو حبه فقط هذاك العسل يجري لكم وشغل يهبط لكم وما يتشربوش الحبات اللي قعدوا. الوغ نخليوها تشرب حقرها. انا نكمل نقصها مليح باش يعني العسل يدخل حتى لداخل. شوفوا كيفاش راهي باينه بلا معسله الله يبارك. شوفوا لي الله يبارك، يعني يقصوها مليح بالشي بالموس على كامل الحبات باه تسعسلكم حتى للقلب. شوفوا التوراق الله يبارك جات مورقه وجات بنينه، تسخف اش هي تكون في الجنه ان شاء الله. تقدروا تجربوها بان بالكاوكاو، الحشو يبقى اختياري، تحبوا اللوز وحده كيما حبيتوا. هنا شوفوا بعد ما ريحت لي يومين، انا خليتها يومين وجيت حنقصها معاكم. فوالا شوفوا هنايا نهز لكم الحبيبه وتشوفوا كيفاه. شوفوا الله يبارك التعسال، وشوفوا لي التوراق، شوفوا لي العلو تاعها كيفاش جات عاليه الله يبارك ما شاء الله، وجات طريه 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 ما نحكي لكمش، وهشيشه تذوب في الفم. يعني الله يبارك صح صح. مرفا ندير البقلاوه وندير بقلاوه تراديسيونيل ولا بقلاوه تركيه، مي هذه جات بدنا خلاف ما نكذبش عليكم. شوفوا هنايا جبت المكسرات تاعي اللي حنقرني بهم. عندي شويه اللوز هذاك الابيض، هذا هو اللي قلت لكم درتو في الحشو، يعني يكون بلا قشور. وعندي اللوز نورمال احمر، وعندي شويه جوز، وعندي لوز سيريس كونفيت. هنايا درت خليط بين درت ملعقه عسل وملعقه جلوكوز، حطيتهم شويه يسخنوا ولصقت بهم المكسرات تاعي. شوفي كيفاش هاد البقلاوه تاعي الله يبارك تشهي شكل وبنه وكلش، يعني الله يبارك ما شاء الله. شوفي التعسال القلب. ها الحبيبات تاعي ما حبيتش نحطهم لكم في الكيسات باه تشوفوا لي الحشو كيفاش راهو معسل، كيفاش راهي مورقه، يعني باش تبان لكم مليح. واللي عندكم اي تساؤلات اكيد خليوا لي في الكومنتير حنجاوبكم.
نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير وابوني، وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. جربوا الوصفه ومتاكده انها راح تنال اعجابكم وراح تعتمدوها باذن الله تعالى. ومن درك نقول لكم صحه عيدكم، وتعيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.